أوروبا الخائفة تلجأ إلى الجزائر. لا تزال القارة تعاني من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، حتى نقلت رياح الشرق الأوسط أخبارا قاسية عليها بعد إغلاق مضيق هرمز وانقطاع إمدادات الطاقة من منطقة الخليج. تطورات الحرب أحدثت صدمات عنيفة في قلب القارة التي تعاني من نقص حاد في الغاز الطبيعي بسبب الاستنزاف السريع للمخزون إثر موجات البرد. والنتيجة الحاصلة ارتفاع قياسي في الأسعار بلغ الضعف، مسجلا 60 يورو لكل ميجا وات في الساعة. تقطعت السبل بأوروبا وسط غضب من واشنطن وموسكو لتفتح باب الغاز الجزائري خيارا استراتيجيا لتأمين الطاقة. قبل اندلاع الحرب بأسبوعين أجرى المفوض الأوروبي للطاقة زيارة استباقية للجزائر من أجل تعزيز الشراكة في تأمين إمدادات الغاز. وعلى خطاه تتحرك اليوم إيطاليا إسبانيا لإجراء محادثات سعيا مع هذا البلد الذي يعد أكبر موردي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 15% من احتياجاته. التعويل الأوروبي على ورقة الجزائر في ظل الحرب بالشرق الأوسط جعل صادراتها تقفز بنسبة 74% لتصل أكثر من 462 ألف طن خلال أول أسبوعين من شهر مارس الجاري، مقارنة بنحو 265 ألف طن خلال أول أسبوعين من فبراير الماضي.